السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة اقولكوا على طريقة عمل الفطير المشلتت بطريقة ما حصلتش، بأسهل طريقة فرد ممكن تشوفوها. وهعرفكم ايه هي الاسرار اللي تنجح معاكم الفطير وتخليه طري ومورق كده زي ما انتوا شايفين، بعدد وطبقات كتيرة جدا ومورقة وجميل ما شاء الله، طري من بره وكمان طري من جوه. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ومتنسوش تصلوا على رسول الله، صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ معاكم الخطوات. معانا كيلو دقيق وبننخله مرتين تلاتة على الأقل، ولازم أن يكون نوعية دقيق نضيفة متعدد الاستخدام أو للمخبوزات. بنجيبه ونحط هنا 3 كوبايات إلا ربع من المية، عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. هنحط ال3 كوبايات، وهنا المعلقة دول معلقتين زيت بنلم بيهم العجين. تمام. لازم اهم حاجة ندوب المية الملح والسكر كويس جدا في المية، ونحط نحط كده بالطلب على المية، ما نحطش كله مرة واحدة لان عجين لو احتاج تاني بنحط. وكمية المية على حسب نوعية العجين. ممكن نوعية العجين تاخد 3 كوبايات مية، تاخد 3 الا ربع، تاخد 2 ونص، على حسب كل نوعية عجين، بس على حسب نوع الدقيقة نفسها. هنعجنه كده بايدينا، نفضل نعجن فيهم. اهم حاجة نخدم العجين كويس، ما يقلش عن 10 ربع ساعة. نفضل نعجن في العجينة، واهي بعد ما عجنتها ربع ساعة على الاقل بنحط دهنة زيت بسيطة في البولة، ونحط على وشها دهنة زيت برضو بسيطة، ونغطيها بستريتش علشان الوش منشفش مننا، ونسيبها تريح بتاع ساعة نص ساعة على حسب. كل ما تسيبها تريح اكتر كل ما تديكي نتيجة وفرد اكتر. بنغطيها بفوطة ونسيبها تريح. هنا بعد ما ريحت معايا ساعة هنبدأ بقى نمسح الصينية بالزيت اللي هنقرص فيها الفطير. هناخد قرص هنقطعها كده قطع صغيرة كده ونسيبها. هنخلص الكمية كلها، هنقرص الكمية دي كلها في الصواني. هنا بعد ما خلصنا الكمية دي هنغطي وشها بالاسترتش تاني ونسيبها ونسيبها ترتاح نص ساعة كمان او ساعة على الاقل. يعني كل ما قلتله زي ما قلتلكوا قبل كده، كل ما نسيب العجين يرتاح كل ما يبقى سهل معانا في الفرد ويدينا نتيجة حلوة جدا جدا. معايا سمنة، ده سمنة بلدي على سمنة نباتي، بس بنحط معلقة من تحت ونفردها بايدينا، ونحط معلقة من فوق ونفرد. لو انت حابة كمية سمنة اكتر من كده حطي على حسب، بس هو ده بيبقى بيخليه خفيف وحلو. وفي نفس الوقت السمنة بتاعته متبقاش كتير علشان يبقى خفيف في الاكل وكده. ونطبقها زي ما انتوا شايفين. انا معايا طريقتين للتطبيق الفطير او لفرد الفطير بايدينا من غير نشابة ومن غير اي حاجة. نستخدم ايدينا وبيكون سلس وسهل معانا جدا. في طريقة الفردة نحط عليها التانية، وكل طبقة نفردها ندخلها جوه التانية كده لحد ما نجمع. عايزة والله تعملي فطيرة كبيرة بتحطي 20 كرة من اللي احنا عاملينهم دول، عايزاها متوسطة بتحطي 15، عايزاها صغيرة بتحطي 10 كور بس، وعلى حسب برضو ما انتي عايزة وعلى حسب حجم الصينية اللي عندك. ده بعد ما دي 15، دي هتبقى كبيرة متوسطة، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة، حلوة. دي عندي مقاس الصينية دي 30. هنحطها فيها ونسيبها تندهن سمنة بسيطة على وشها، ونسيبها ترتاح لحد ما نخلص الكمية اللي معانا كلها. دي الطريقة التانية للفرد. بنفرد واحدة ونحط التانية عليها ونحط التالتة، وكل ما نحط طبقة طبقة نلمها وندخلها جوا بعضيها كده فوق بعضيها ونسيبها على جنب. نيجي دي تالت واحدة. والله الطريقة اللي تعجبكم اعملوا بيها، دي سهلة ودي سهلة، الاتنين اسهل من بعض.
على حسب ما تعرفي تشتغلي. هنا بعد ما خلصت كمية الفرد كلها هنبدأ بقى ايه، ندهن وش الفطيرة بالسمنة علشان ندخلها الفرن. اهم حاجة قبل ما ندخلها لازم يكون الفرن سخن جدا، يعني نشغل الفرن من اخر فطيرة بنعمل فيها على الاقل ربع ساعة. هندخلها على درجة حرارة 250، تكون مولعة الفرن من تحت ومن فوق على الرف التاني بالظبط، وندهن وشها بالسمنة ونفردها. دي اهم اسرار نجاح الفطير، ان لازم الفرن يكون سخن معاكي. دي حاجة. تاني حاجة اهم حاجة الفطير نفسه يرتاح فترة طويلة. كل ما يرتاح معاكي كل ما ينفش معاكي في الفرن. ده الفرن بعد ما طلعناه بندهن وشه، اول ما يطلع معانا من الفرن بندهن وشه بالسمنة وندخله جوه الكيس كده علشان يفضل طري معاكي ومورق، ووشه يفضل طري معاكي لحد اخر فطيرة. لو عايزة تدخليه التلاجة بتحطيه كده في اكياس وتدخليه الفريزر وتطلعيه وتسخنيه، بيكون حلو جدا معاكي كأنك لسه عاملاه حالا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. عجبكم طريقتي؟ ياريت ما تنسوش تدعموني بلايك وشير